السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا معاكم اكلات سوسو الاسكندراني. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل مع بعض اكله سهله وبسيطه وسريعه جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه. هتعملي ايه يا سوسو؟ معانا صدق، ومعانا بطاطس، ومعانا عصير طماطم، ومعانا بصل وفلفل وزبده، شويه حاجات كده ايه سهله وبسيطه. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي من ابسط الطرايق، يعني هي لذيذه والولاد بيحبها قوي، وفي نفس الوقت طعمها حلو. واحنا كاسكندرانيه يعني بنحبوها صراحه، يعني هي خفيفه قوي. انت ممكن تقطعي البطاطس كريهات صغننه، وممكن تقطعيها شرايح كده زي ما انا مقطعاها، حلق زي ما انت عايزه. معانا زبده بقى وتوم وفلفل وبصل وطماطم وملح وفلفل اسمر، توم باودر على بصل باودر، حاجه كده ايه خفيفه وسهله ان شاء الله. بصوا، اول حاجه يعني لو انت عايزه تسيبي الصدق كده مفيش مشكله، لو انت حابه تقطعيه برضو مفيش مشكله، النقطه دي بتاعتك انت بقى. تمام. وعندي عصير طماطم ده فريش زي ما هو كده، مفيهوش اي حاجه. هبدا بقى ان انا اخد البايركس بتاعي او صينيه او اي حاجه انت عايزاها، يعني شوفي اللي انت هتستعمليه او اللي موجود عندك متاح عندك، تمام يعني كويس. هبدا بقى اضيف المكونات كلها على بعضها، بالنسبه للبطاطس على البصل على الفلفل على الزبده على كل حاجه موجوده عندنا. وبعدين اخر حاجه ان انا هحط عصير الطماطم عليها. انا قلبت في الطاسه تاني لان كنت عايزه ان انا اقلبه كويس عشان يندمجوا كلهم مع بعض وتبقى كله متجانس مع بعضه، يعني زي ما انتوا شايفين كده. احط البهارات بتاعتي عشان يبقى كله واخد التطعيمه بتاعتها الحلوه دي، وابدا بقى احط الصدق بتاعي. انا سبته زي ما هو كده زي ما انتوا شايفين، مش هقطعه يعني قطع صغننه، هسيبه صوابع كده عشان يبقى سهل على الولاد ويبقى حلو في الاكل كده، تمسكيه بالشوكه كده او تاكليه بالعيش زي ما انت عايزه، يعني براحتك. هو كان في كام واحد كده ماسك في بعضه، فقلت ايه لما اسلكهم بالسكينه. وهقلبه كويس جدا. عايزه اقول لكم ان انا بحب صينيه البطاطس دي قوي قوي، بتبقى طعمها جميل جدا، وبحبها جدا بالفراخ برضو بتبقى حلوه قوي. اديني قلبته كله مع بعضه. هرجع بقى ايه اجيب الصلصه بتاعتي. بصوا الصلصه دي فريش زي ما هي كده. بصوا هنقلبها كده على بعضها، تاخد تقليبه كويسه. وبعدين هجيب بقى البايركس بتاعي. سولا عمال يقول لكم الطريقه معايا. بصوا شكلها جميل قوي والوانها حلوه قوي، وعايزه اقول لكم سهله وبسيطه. عايزه اقول لكم البطاطس لازم تكون كويسه جدا، يعني بتستوي على طول، اللي هي البطاطس المرمله اللي يا دوبك من البخار دي تلاقوها بقى استوت كده، تبقى ما شاء الله. هتقولي لي هيستوى ازاي يا سوسو كده وهو مليان على بعضه وما اعرفش ايه؟ هقول لك مسافه ما البطاطس دي مسافه ما تشم من النار هتستوي على طول، مش هتاخد وقت معانا. بصوا الجمال، شايفين الالوان اصلا وهو من غير ما يستوي كده، يعني شكله مش قادره اقول لكم. ما استوى بقى اجمل واجمل. بصوا احنا دخلنا الفرن، طلعت بقى مشكشكه كده ومحمره وجميله وريحتها ايه مش قادره اقول لكم. وعملت جنبها صينيه رز معمر كده جميله، بس ما عملتش اي حاجه تاني. يا دوبك هتاكلي البطاطس على الرز مع كما عصير بيبس اي حاجه اللي متاح عندك وهتاكليه. ده كانت اكل سهله وبسيطه وغدا خفيف ومش مكلف والولاد بتحبها قوي قوي قوي، وفي نفس الوقت طعمها حلو. انتظروني الفيديو الجاي جامد جدا. باي باي.